النادي الأهلي تعثر مرتين في رحلته إلى غانا، المرة الأولى طبعا في القاهرة، وده طبعا بسبب إن الطيارة تأخرت عن وقت الإقلاع بسبب عطل فني وأخرت ساعتين. المشكلة التانية طبعا النادي الأهلي وصل طبعا غانا بسلامة، لكن كانوا بيحطوا وقود للطيارة. العربية بقى اللي بتجر الطيارة عشان محطة الوقود خبطت الطيارة، عشان كده الطيارة مش هتطير تاني، خلاص اتخبطت ما ينفعش تطير. فالنادي الاهلي حاليا بقى في ورطة حرفيا، ومفيش مكان فندق يناموا فيه. ده انت مش في القاهرة، انت في غانا، مفيش فندق تنام فيه. فالكابتن محمود الخطيب لحد الساعة 3 بالليل كان فاتح جهتين اتصال، جهة مع الخارجية عشان يأمنوا فندق للنادي الأهلي يبات فيه، والجهة التانية مع موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، ده طبعا بسبب تأكيد المباراة، وبإذن الله المباراة تتأجل عشان النادي الأهلي يعرف يلعب بكامل قوته.